عجينتك مثل الحجر، تعالي أعلمك على سر عجينة خلية النحل. وأول سر من الذكاء والفطنة تعجنين بالعجانة لأنه بتفرق عن اليد. حطيت علبة زبادي، كوب موية، ملعقتين كبيرة سكر، 3 ملعقة كبيرة حليب بودرة، وملعقة كبيرة خميرة فورية. والحلو بالعجانة اللي من فوردي مرة خفيفة على اليد وما ترقص وهي تعجن. وهنا أضفت نصف كوب زيت وخليه 5 دقايق. بعد كذا أضيف 3 أكواب دقيق وملعقة صغيرة ملح. وأقل شي تعجنون 10 دقايق بالعجانة. وهنا عندي خيار اسمه التخمير، خلوة من 40 إلى 60 دقيقة. شايفين ما شاء الله راحت للجيران العجينة. وهنا تحكمون على العجينة، لو ما كانت مرة كذا قطنة ولينة ما راح تضبط معكم الخلية النحل. سووه بأي وصفة ثانية، بس التزموا بالمقادير وراح تضبط معكم من أول مرة. وهنا أكورها بنفس الحجم والحشوة جبن كريمي ومن برا على جوا. وللمعة الوجه ندهنه بالحليب والسمسم وحبة بركة وبالفرن من تحت، وبعدين من فوق مسبق التسخين درجة الحرارة 180. بس تخلص أدهن الوجه بالزبدة وحليب مكثف محلى. شايفين ما شاء الله تبارك الله. واثقة إنه اللي يجرب هذه العجينة مستحيل يغيرها. احفظوا عندكم وشاركوا وبالعافية عليكم.